رب العالمين يتخاطب العباديس: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. إناش ميل نوال أنه نخلق دين ونية، نخلق القيعانية، نخلق الخليقة بأكملها عبثا. ميل ذي اللعبين لعب، ميل نخلقي ذاك كان في بطل. ربي غنك: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ورد نخلق رغين واند القيعان في بطل، ماشي ذي اللعبين لعب، ماشي ذي الوقت نسعد داي، حاشا لله. ود الخليقة راه الخليقة الدنيثية يوكن ذي الهول، يوكن ذي الدهول، يوكن كان ذا عشان ذا تشان ذا ينان ذا السواد. لا، ربي غير ندق الآية غيطن: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إنك ود نخلق رغين وانا ذا القيعانيين ذا الخليقة مرة الدنيثيين يوكن نلعب. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فرب العالمين يثمان يخلق الخليقة مرة، ذي نوان ذا القيعان ذا النجوم ذي ثران ذي الطيش ذا يور ذي العباد مرة، إنسهم وجنهم، لحكمة واحدة لغاية واحدة، ألا وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يخلق أغضى رب العالمين يثمغ الدنيا ثيم يوكن نعبد، يخلق دفك ضربين، يخلق ضربين الموت ذي الحياة ثيم يوكن أخي بتليم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يخلق ذي العباديس يوكن ندعى الدين ديون الامتحان. وينك طعن ربي وينك عصان ربي ماشي كيف كيف، وينك خدم الصالحة وينك سفسدن ماشي كيف كيف، وينك دانك بريض ربي وينك فغل وبريض ربي ماشي كيف كيف. أراذي نجحن أراذي فازن الامتحان وينك دانك بريض ربي، وينك طعن ربي وين يقوم من نصر ربي هي ديما نيس يخدم الصالحة إملا قدر ربي ذا ازدياء وين غادي نجحل. ولهذا من نظر بالعالمين نستفير الآية مباشرة يعني نفسها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ذين والكفار. ويكني يكتمن الطبيعة، ويكني يدي قالوا لاش ربي، ويكني قالوا لك زيستر ربي ونتمنى راه إلا ربي. أزوح كان كاين الطبيعة الزلزال البركان وينا ما أقوى الطبيعة، كاين الطبيعة قوى، طبيعة تسعى القوة، كل شيء ترى في الطبيعة. ويكي يمسغرن الدهريين إدنا رب العالمين في اللسان: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قالنا كني ونتسمنا راه منو في الله الآخر ما كانش منه مرة في الله الآخر ثيم إلا الحساب مثل العباد ومع ذا عاود الذكران ومع ذا الحسبان ولاش مرة ما كانش ثيم. وإنما غير نكني قرناك نكني ذي العباد ذا شو راخي هالكن ذا شو راخي غل ماشي ذا الأجل. سمعنا ريكس الموت إلا الأجل إلا ربي يخلق الموت الحياة تسنو غي حيود لا ولاش الأجل مرة.
قرنك وإنما ذا شو خيت شنو غنيكني وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ذي الوقت راخي غل مع مرور الأيام والليالي العبد غادي تسمغار حاشا ما ذاين يلحق الوقت ذاين ورزميرا راه الجثاينس غادي تعاون هذه مذ وخلاص. بمعنى أنه يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع والحياة مستمرة. أكيد قارن أنه الحياة هي يعني ولاش لا فان دي موند، ولاش نهاية العالم، ما كانش منه ولا فان دي موند ولا شك نهاية العالم. العباد تمسافن العباد سلالنت العباد سلالنت العباد تمسافن العباد سلالنت وكني الجيل الجيل وتستمر الحياة. أرحام تدفع العباد سلالنت وأرض تبلع والحياة تتكمل. دا شو خيت شنو قرنك وما يهلكنا إلا الدهر. وفي حقيقة الأمر إثمان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام انهى عن سب الدهر. يقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث على ما أظن ابن عباس رضي الله عنه في الأسماء مشفع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. بمعنى أنه ما تطرد الدقاق القاعة أيا كان وحيد الوقت تكار الشارع عباد تسبون الوقت قرناك الوقت ولا شي البركة مزياس هذه بدون غادي تسبوه ما إلا قوانت زلزلات خاصة وحيد الوقتين تقيمت كانت تسنصلت زلزلة غاثايط وذي تسبون الوقت أثى الوقت نغلي أثى الوقت واش يمد نغلي وذي بدون غادي تسبون الوقت نبغي أن يكون تسبارا الوقت، لأنه كل سبة كل حادث ذاك القاعة إلا بإذن الله عز وجل. أين يبغوني ترى ذاك القاعة المشيئة ربي سبحانه وتعالى، ماشي الطبيعة كي نتقان ويا شيء ما يتزلزل أثرنا الطبيعة، ما ذا البركان أثرنا الطبيعة، أين يجي أثرنا الطبيعة. ولهذا قال رب العالمين في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إن يؤذون بنادم راضي تسب الظهر وكيد الظهر ضربي غيك تدبيرهم كلش ذاك القاعية أين إلا ذاك القاعة ضربي غيك في تدبيرهم ضربي غيك في سداول. ولهذا ويشي قرر ما يهلكنا إلا الدهر في حد ذاته يكفوس رب العالمين. العمر النار يكفوس منه يكفوس رب العالمين. يعلم ربي غادي تعيش 40 سنة، يعلم ربي غادي يعيش 60 سنة، يعلم ربي وين غادي يعيش 100 سنة. وكن يبغون يصوت العبد الذي يعيشوا ماكسيموم راح يمثل يفوس منه ذا الظهر لا ذا رب العالمين سبحانه وتعالى ويشي كنوان. ولهذا يعود تبيثنا رب العالمين فقال ذلك ظن الذين كفروا مدينة رب العالمين ما يلثن وين مخلقا ديال إنوان ديال القيعانين وكنا نلعب عبثا نخلقيت انت كان غتعاش ما تسوو ما تسمثم خلاص ولاش الحساب ويشي كنوان. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. القراص الخبر فقارع الخبر يجيبوه توالى الخبر أسمرت بدت يري فسنا رب العالمين وقدسك رب العالمين وتولد كل سونيش ويش دي قارنكا وذي لين المآلين ساثمس ذي النغر ديوين مسقرن علم اليقين وين مسقرن علم اليقين ذي النغر ذي ولي كلش الحقيقة. فويل للذين كفروا أي انجريث سنوية شيء من النار لأنه راح ندسك رب العالمين وراح يحاسب رب العالمين وذي لغض الجزاء سوى والعياذ بالله إلى جهنم وبئس المصير. مع هذا شو دين رب العالمين
ربي يتخاطب أصحاب العقول، ويشني يفكى ربي العقل، مع أنه ربي يفكى العقل اللي عرفناه خطير. ربي شوش يكرم البشرية، شوش يكرم آدم، بني آدم، شو يكرم مثل ربي العقل. ولقد كرمنا بني آدم. في الحيوانات، في المخلوقات المرة شو يفكي يسن ربي العقل، يتميز، يتخمم، يفهم، يتخطب رب العالمين ويشني يفكى ربي العقل. أصحاب العقل، ذوي العقول، ذو الألباب، شو يدينا رب العالمين؟ أم نجعل يشني غير تخمم من هكا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني هل مساوانا كاشتيا؟ المؤمن يكتمل نصر ربي، يخدم الصالحة، هذا المؤمن يكتمل نصر ربي، يكتمل في الله الآخر، يتسجل في العمريس ورئذرا الخليقان ربي، يخدم الصالحة. وحيد وين يفسد القاعة، ذي المفسد، ذي المجرم، ذي الطاغية، يستزل ذم من العباد، إغام البشرية، ذي العبدي اللي يدمر في موراه، ذي العبدي اللي يصرغ في موراه، ذي العبدي اللي نوري تجي لا مزيان لا مقران، ذي العبدي اللي يسفسد القاعة حقيقة، مفسد بأتم معنى الكلمة. هل هو شيء غير مساواة؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ العبدي ذي المتقين، ذي الفاجر، هذا مساواة؟ ما يلامولاش العدالة ذاك القاعة، وما يلامولاش العدالة يوم القيامة، معنى رب العالمين يخلق الدنيا هي عبثا. الملحد يثمى الملحد وين يكتمنن وين يقارن ولا ربي ولا يكزيستر ربي ويموت يتخاطب طرا غير نضر بي غير ندنبي لانه وري تمنانا شو واش راك تتخاطب المنطق العقل شرتست كان شويه كرقصت كان شويه العقيسه كيا ما الا غير كيس ربي شويه العقل كان غادي يقل هذه شويه ولا يقل على العقليس. هل يا ترى مثال بسيط هاد نفكيون المثال نسقارون بسيط هتلر هتلر ولاش من يقسم راه هتلر شحال يكسر غدو ذاير نريديني شحال يسرق تعدى 6 مليار ذو ذاير وين إيمانيس كان إيمانيس شوف ذا الفساد يخدم القاعة ذا الطاغية ويتسمى العصر النور نتقرر السلاطين ذا الحكام الفجار يقعدنا من قبل فرعون والى اخره ويتسمى ثاني الوقت النور. هل يا ترى العقل المنطق مراذينو يون يسفسد في مرعى يغم العباد يسوزل ذمن سيم قرانون سيم زيانون سلطوافن وذي عيش وذي مث وريت وحسبره ذاك الدنيث يوني لن يسعى السلطة يسعى الملك يسعى القوة هذه يسفسد القاعة كي يبغى لأنه يسعى البوفوار يونور يزمير في التوشير يسعى القوة هذه السر وذي القاعة كي يبغى هذه يشرى كي يبغى هذه يحكم كي يبغى هذه ينغى كي يبغى هذه السروته كي يبغى وذي يعيش مرفه وذي يعيش بيا هذه يعشق القصر ناس هذه يعشق لافيلا ناس بل هذه يعشق المملكه ناس هذه تشبيا هذه السوبيا هذه يعيش بيا المقابل ذي السروت وذي مث يعني كنيس قرا في راحه. هل يا ترويه ما إلا ويشي قموثا أكا في بطل وين يستفسد في بطل
هل يا ترى ما إلا تفكك حياتك إلا كران العدل زيس؟ إلا كران العدل زيس ما إلا كيا دوني تخلق في بطل، سما تخلق في بطل، وين غادي تشوى وين غادي نغوى وين غادي شريا هذه شروى ومع ذا مثال ومع ولاش الحساب. تسمى ما إلا كيا ربي مثلا دوني فيه خلق في بطل، حاشا لله. ربي إنا ياك والأرض سوى حسبه. ما إلا مولاش العدالة ذاك القاعة، لأنه حقيقة ذاك القاعة أكن تبغوت تسقم العدالة ذاك القاعة ولاش العدالة 100%، يكذب عليك. بدليل لين غين تسوالا ثورة مسوانا غين أين يسنطرون ويثمثنا فلسطين ويشد يقارن الأمم المتحدة حقوق الإنسان حقوق البشرية، يكذب عليك. الحقوق مرة ما هي إلا حبر على ورق، ما عليناش. سلام العدالة الإلهية. ولاش العدالة ذاك الدنيث؟ ولاش من راك يحسب ذاك الدنيث؟ وسعيطر الحسيب وسعيطر الرقيب، ولكن الآخر ولا رتب الدتياري فسنا رب العالمين. سلام ما يسمى بالعدالة الإلهية. إنيش ربي ما إلا ثنويم أنه نخلق دين وعند القيعة الخليقة مرة إيواكن كانكم تحسبين لا أبدا. ربي ذا شو دينا؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وينك خدم من الصالحة غثياف وينك خدم من الفساد يسفسد ذين ديرين غثياف. فغنيك رب العالمين أم نجعل الذين آمنوا مثنوين أن مساوى يرى المؤمن يخدم من الصالحة وحيد المفسد يسفسد القاعة أن مساوى ويرسل أبدا ورت مساوى رب العالمين. أم نجعل المتقين كالفجار العبد اللي يتسقط ربي ناخذ العبد ذا الفاجر ذا الطاغية وذا مساوى أبدا. ربي سبحانه وتعالى غير يكون مساوى.